يا جماعة أخباركم إيه؟ ويا رب كلكم تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. معانا 3 مواضيع كده تعالوا نتكلم فيهم. أول موضوع معانا وهو حديث الساعة، لجنة الحكام والأهلي ومصير أوسكار رويز والقصص دي كلها يعني. طيب خلينا نتكلم بقى في الحاجة المفيدة، يعني خلينا نقول القرار اللي هو فعلا مفيد في القصة دي كلها. لا بقى شكوى أهلي ولا عقوبة حكم ولا أي حاجة. القرار المفيد إيه؟ إن كان في اتجاه قبل الأزمة ديّة بنسبة 99.9 إن اتحاد الكورة يجدد عقد أوسكار ريوز لمدة موسم كمان. بنسبة 99.9 قبل أزمة الأهلي الأخيرة إن اتحاد الكورة كان هيجدد عقد أوسكار ريوز لموسم كمان. طيب إيه اللي حصل بعد الأزمة الأخيرة ديّة؟ النسبة اتغيرت، بقت 99.9 أوسكار ريوز مش مكمل الموسم الجاي. شايفين؟ يعني القصة دي كلها قلبت القرار، غيرت القرار. الراجل مكمل لنهاية الموسم، ده مفهوش كلام. الكلام اللي بيقولك إن هو مسافر بلده وكان راجع بلده والكلام ده كله يعني مكمل الاحترام، الكلام ده غلط. راجل مكمل نهاية الموسم، وعلى فكرة واخد الموضوع ببساطة يعني شديدة، يعني كأخطاء ولا حاجة لأ، قالك إن الدنيا سهلة، يعني الكورة مفيهاش حاجة والدنيا تمام يعني. غلط طبعًا وعمل كارثة في تصريحاته. طبعًا كابتن سيد عبد الحفيظ متوصاش، أول ما سمع منه الكلام ده خرج لنا إحنا، ساعتها كنت موجود في مشروع الهدف، وقال لك الراجل بيقول إن هو ما جالوش خطابات الموسم اللي فات من الأهلي إن هو عايز حكام أجانب في ماتش القمة والخناقة اللي حصلت دي يعني. وطلع بعد كده في الميديا في أحد البرامج التلفزيونية نيل الدنيا أكتر. فيعني خلينا نقول إن القرار دلوقتي خلاص يعني بقى متاخد 99.9 إن الراجل ده مش مكمل بقرار من اتحاد الكورة أو مش هيجددوا له عقده. طيب ليه؟ أول سبب بسبب المشكلة الأخيرة بتاعة الأهلي. تاني سبب تصريحاته اللي كانت بموافقة اتحاد الكورة بالمناسبة يعني، واتحاد الكورة اختار له البرنامج اللي هو يطلع فيه والكلام ده كله، ولكن طريقة صياغته لتصريحاته والمشاكل اللي عملها دي كان عليها علامات استفهام كتير أوي أوي أوي. فالراجل ده مش مكمل. بديله مصري ولا أجنبي؟ هو يعني المهندس هاني أبو ريدة ونائبه المهندس خالد درندلي بيميلوا إن الراجل يكون أجنبي، ممكن عضو كمان من المجلس يعني. وأما الأغلبية يقول لك لا ملوش لازم، ممكن يكون مصري. لكن طبعا يعني القرار في الآخر بيبقى القرار الكبير، لأن طبعا المهندس هاني شايف برضو إن يعني إن أنا لما أجيب أجنبي برفع من عليه الضغط أو برفع من الحق على الحكم المصري الضغط. ما بيديش ودنه الأهلي والزمالك بيقولوا إيه، ولا السوشيال ميديا الأهلي والزمالك بيقولوا إيه، عكس لما يكون في رئيس لجنة حكام مصري. ولكن خلينا نقول المهم دلوقتي والمفيد إن الراجل ده مش مكمل الموسم الجاي بنسبة 99.9. نسيب بقى الواحد من 10 دوت يعني إيه كده يعني لو حصلت معجزة إن مثلا الدوري انتهى بشكل كويس أوي يعني الحاجات اللي هي مش هتحصل دي يعني. فيعني الراجل أوسكار مش مكمل بعد الموسم دوت قرار من اتحاد الكورة وبسبب أزمة الأهلي الأخيرة. طيب الحاجة التانية بقى اتقال إن كابتن حسام حسن هيتدخل في عقوبة محمد الشناوي، لأن محمد الشناوي لازم يلعب قبل كأس العالم و4 ماتشات فات منهم ماتش كتير، وكده هيغيب عن عدد ماتشات كتير، وبالتالي لو اتوقف مش هيكون موجود في كأس العالم، ولازم العقوبة تتشال عشان خاطر الراجل يكون موجود في كأس العالم. ده الكلام اللي بيتقال يعني، وأنا بقول لكم لو الشناوي توقف 20 سنة يكون موجود في كأس العالم. لو اتوقف 20 سنة هيكون محمد شناوي موجود في كأس العالم. حط يعني بالنسبة للجهاز الفني لمنتخب مصر، حط محمد شناوي وحط الباقي وراه. هتقول لي يا عم أحمد ده ما لعبش أساسي في ماتشين السعودية وأسبانيا وده معناه إن هو مش هيقف أساسي في المونديال وي 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 وي. هقول لك تمام، لكن هو العنصر الأساسي في القايمة، هو كابتن بالنسبة للجهاز الفني المنتخب، هو الكابتن الحقيقي على فكرة لمنتخب مصر يعني. بجانب إن المستوى الفني بالنسبة للجهاز هو ما بينه وما بين مصطفى شوبير. مصطفى ثبت أقدامه أكتر مع المنتخب في المعسكر اللي فات، ده حقيقي. هل هو حظوظه الأرجح في إن هو يكون موجود أساسي في كأس العالم؟ ده حقيقي. ولكن لو مصطفى شوبير ما شدش
على نفسه كويس هيلاقي نفسه على الدكة في المونديال ومحمد الشناوي اللي بيلعب. يعني حتى لو هو موقوف، حتى لو لعب آخر ماتش الأهلي قدام المصري في الدوري بس، ولو الدوري لسه في الملعب والأهلي قرر إن يلعب مصطفى شوبير، محمد الشناوي برضه هيروح المنتخب، هيروح كأس العالم. فده أمر مفروغ منه. فلا الجهاز ليه علاقة بعقوبة الشناوي ولا عقوبة الشناوي دي هتمنعه من كأس العالم. وبنسبة كبيرة لا عقوبة ولا عقوبة الشناوي دي هتتقلل من 4 ماتشات لماتشين ولا ماتش ولا الكلام ده كله. فالشناوي موجود في كأس العالم. طيب ندخل بقى حاجة ليها علاقة بالأهلي والصفقات والقصة دي كلها. في شركة عرضت على الأهلي ظهير أيسر منتخب سوريا اسمه خالد كارتوغلي، ويا رب أكون بقول الاسم صح. خالد كارتوغلي ده بيلعب في دهوك العراقي، عنده 29 سنة ووالد 97. يعني هو ظهير أيسر سوري هجومي يعني. ده المميزات يعني، ده اللي أنا سمعته عنه. ما درستش اللعيب الحقيقة وما أعرفش يعني معلومات كتير عنه، ولكن ده معلومة يعني. اتعرض على الأهلي، اتعرض على الناس جوه الأهلي، ولكن يعني لسه ما فيش كلام يعني. طبعا أنا مش تحت السن، ده 29 سنة يعني هيبقى لعيب أجنبي فوق السن. يعني صعبة، لكن ده خبر إن هو اللعيب موجود ومعروض على الأهلي. الأهلي عنده في مركز الظهير الأيسر عنده بالعمري، عنده كوكا، لكن خلاص المفروض لو رجع مركزه وسط الملعب و100% يرجع مركزه وسط الملعب لو استمر مع الأهلي في الموسم الجاي بعد رحيل ديانج. عنده محمد شكري، وده الأقرب إن هو يعار الموسم، أو كده ماشي، بس الأقرب إن هو يعار مش يتباع الموسم الجديد. عنده كريم الدبيس يرجع ويلعب عادي ويدوس. فعنده كريم فؤاد يلعبها كويس، عنده عمر كمال لو رجع من الإعارة يلعبها كويس يعني أهو. لكن فالراجل ده معروض على الأهلي، الراجل السوري خالد كارطغلي، ولعب مع منتخب سوريا على فكرة في كأس العرب، وهو ظهير معروف في سوريا يعني، عامل شغل كويس برضه في العراق يعني. لكن هنشوف يعني قرار الأهلي هيكون إيه في النهاية، مع إني ما أتوقعش تماما إن صفقة زي ديت بالشكل ده ممكن تكمل. ده الفيديو بتاعنا، أشوفكم في فيديو جديد، السلام عليكم.